أنا عم بحكي عن بعض التجارب اللي مريت فيها خلال رحلتي بالفن، الخيانة والغدر، من الأفعى التي قصدها الشامي في أغنية بتهون؟ وعبرت عنه بأنه على الدم سوا. كل الحياة اللي بتجرب تلعب مربيهم أنا. واضح جدا أنه الأفعى رفيقة الشامي، وهالشيء اللي شفناه خلال كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة بتهون. هيك الحية لها اسم؟ الحقيقة لا والله لسه ما سميناها. هي كانت الفكرة منها، بالعكس أنا حامل الحية وعم داعبها وعم عاملها بلطف. خايف منها أبدا، مع انه الحية دايما بس يشوفوا حية يعني هي خبيثة، بيقولوا أبداً. حية تحت إذا التبن. انتبهتي بالتصوير كنت عم بوسها وأعطيها حنية. أنا بعطف وبحتوي الحياة كلياتهم والناس اللي بتغدر وأي نوع من أنواع الخبث والمكر أنا بحتويه، وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح. فالشامي كتب أغنية بتحكي عن الغدر والخيانة. أنا عم بحكي عن بعض التجارب اللي مريت فيها خلال رحلتي بالفن، اللي هو الخيانة والغدر، والتراكمات هي أدت إلى نتيجة اللي هي بتهون. عم توجهها لجمهورك لانه ترجمت الجمهور بالكاست اللي كان موجود بالميوزك فيديو. صح، إذا بدك الغنية بتحكي عن كتير إشياء مثل نوع موسيقتي المعتاد أساساً. أول جانب هي بتحكي عنه موسيقتي يلي هو شكر وامتنان للجمهور، وعبرت عنه بأنه على الدم سوا، لأنه الفانز تبعي كانوا دائما يكتبوا لي على الدم أو للموت الشامي. فهذا الشيء كان كتير بيعني لي، وحبيت إني أحكي عن هذا السايد من الفانز اللي عندي. والشامي كان وان مان شو بهالأغنية، فتولى كمان التلحين والتوزيع اللي ساعدوا فيه اسم مش أول مرة بيتعامل معه. أول شيء أنا كرمال أعطي كل حدا حقه 100%. اليوم أنا عم أعمل موزع من الصفر، ولكن في حدا دائما بظهري وعم بيساندني، الموسيقي يلي دائما أنا بحبه. اليوم قرب لعندي توبر قلبي أنت. أول شيء اليان دبس عامل لي ملكة جمال الكون، من أهم الهتات اللي أنا عاملها بحياتي. كتر خير الله جيناك، من أذكى الأشياء اللي هو عاملها، واليوم هو واقف معي وبظهري موسيقيا، إن كان بالنقل النوعية الموسيقية اللي شفتوها على المسرح، وإن كان على صعيد الأغاني اللي رح تنزل واللي عم تنزل اوريدي. فإنه قلون اتفقت انت والشامي على ستايل معين؟ على مش اتفقنا على ستايل معين. مع الشام نتبع اسلوب الفتره، بحس بمشي بنمشي يعني بقمه البساطه وقمه السهل الممتنع. يعني دائما بنتبع مش بنتبع هذا الاسلوب، هو هذا الاسلوب بياخذنا لحاله 100%. أما الكليب فتولى إخراجه المخرج ومصمم الرقص بيير خضرة، اللي قدر يطلع من الشامي الكثير من القدرات التمثيلية. كيف اشتغلت انت وياه على التمثيل؟ بتعرفي أنا عادة كتير باخد وقت مع الارتست، يعني بنجتمع كذا مرة، بنحكي كتير، بنعمل كتير تدريبات تنوصل على التصوير ريدي. هذا الشيء ما كان عنا اياه، وقت شفته على المونيتور ما كنت عم بستوعب انه هذا الشخص اللي انا ما لحقت اتمرن معه كتير عم يعطيني كل هالطاقه وكل هالتمثيل وكل الايموشنز اللي انا بدي اياهم. حتى انه الشامي خاض تحدي كبير خلال التصوير بالقفز عن ارتفاع 15 متر. لا يعني فاجأني بكل هالمواضيع انه صبي ما عنده خوف من شيء، عرفتي؟ قلت لي بده ينط من مكان عالي. في كمان في محل متر؟ في مشهد بالكليب عم يندفش من شي 15 متر تقريبا علو. هو عامله مش حدا كاسكادر؟ عم يعمله اكيد، لا هو عم يعمله اكيد مربط بطريقه كثير بروفيشنال، قلبه قوي.